الدكتور علي السواط، مرحبا. هيل عد السيل بمهرجان الأطاولة التراثي الثامن، وانطباعك طال عمرك. كل الشكر والتقدير لأهالي الأطاولة الكرام على تنظيم هذا المهرجان النوعي الجميل. أشكر شيخ القبيلة الشيخ فهد جابر، أشكر رجل الأعمال الداعم الذهبي الأستاذ عبد الله الرداد أبو تركي، أشكر لجنة التنمية الاجتماعية جمعية التنمية الأهلية الاجتماعية في الأطاولة، أشكر الأستاذ مسفر الهرش، الأستاذ سعيد الهرش، الأستاذ الحسين، وأيضا رئيس بلدية القرى المهندس خالد الغامدي. عمل رائع، عمل إبداعي فيه تنفيذ لتوجيهات سمو أمير المنطقة حفظه الله. سعادة الدكتور، هل نجح إعلام الباحة في نقل الفعاليات والمناسبة؟ ما مدى رضا عنك عنه طال عمرك؟ نعم، إعلام الباحة وإعلاميين الباحة وإعلاميات الباحة تميزوا في إظهار وإبراز وتغطية فعاليات مهرجان صيف الباحة لهذا العام تحت شعار الباحة تراث وسياحة. في هذا العام العمل الإعلامي إبداعي أبو مشاري، الصوت وصل، القنوات التلفزيونية، القنوات الإذاعية، وكالة الأنباء السعودية واس، الصحف الورقية، الصحف الإلكترونية، السوشيال ميديا، المصورين، الهواة، الجميع الحقيقة أظهروا وأبرزوا فعاليات مهرجان صيف منطقة الباحة. كلمة لسمو أمير منطقة الباحة. سمو الأمير هو القائد والملهم والموجه، وما نحن إلا منفذين لهذه التوجيهات المباركة. شكرنا وتقديرنا لسمو الأمير بحجم السماء، وهو القائد والموجه كما ذكرت. نعدكم بتقديم الأجمل والأجمل في هذا التوجيهات سمو الأمير، الله يديم عزه ويطول عمره. شكرا سعادة أمير منطقة الباحة.